السلام عليكم. اليوم جينا نجربوا نيو 2 بالاف بي في. عندك الجاجلز موشن كنترولر وعندك الدرون وثلاثه ديال لي باتري ديالو. هذه الجاجل ان 3 اللي هي ارخص جاجل عند دي جي اي. هنا كيف كتشوفوا هذه الباتري ديالها، هذا ليكرون ديالها. هنا عندك هذا الباد هذا فريمون غليظ، دونك تقدر تلبس النظاظر ديالك باش تقدر تشوف. هما كبار شويه ولكن خفاف. عندك هنايا يو اس بي سي باش تقدر تشارجيها تكونيكتها مع التليفون ديالك. بعض المرات تقدر تكون حاطه في وجهك هكا كتلعب وشي واحد حداك يقدر يشوف معاك، اولا بغيتي تتعلم اف بي في مانويل مع شي واحد الاكسبير كتحط النظاظر على عينيك هو كيتكونيكتا بواحد الكابل يو اس بي للتليفون. وهنا عندك اس دي كارد كتقدر تحط فيها حتى الافلام اللي بغيتي تتفرج انت طياره، وبطبيعه الحال كتسجل فيها داكشي اللي كتصور وكتشوف نتايا بالدرون ديالك. هنا عندنا جويستيك باش كتكونترولي لي زوبسيون اللي كاينين في المنيو لداخل. هنا باش كترجع بوطون باش ترجع، وهنا باش كتشعلها وتطفيها. وهادو لي زونتين ديالها فاش كتحطها على راسك كتقدر تزير هاد الخيط هذا بالشكل هذا، تزير اولا ترخف. باش تشعلها بحال الا كتشعل الدرون نفس الطريقه كتبرك جوج مرات. ها ليكرون ديالها من الداخل. بالنسبه لواحد ديال بادي هذه راه مخيره، الثمن ديالها تقريبا 2000 درهم، ماشي بحال الاخرى اللي هي صغيره ولكن غاليه بزاف، راه دايره 5000 درهم. وهذه الموشن كنترولر. الموشن كنترولر كنقدر نتحكم في الدرون فاش كنكون انا داير الكاس. الا بركت على هذه البوطونه الدرون كيزيد لقدام، رديتها اللور كيرجع اللور، قدام اللور، وكيتبع حتى لوريونطاسيون ديال اليد ديالي. درت هكا كيدور على اليمين، درت هكا كيدور على اليسار، طلعت الفوق كيطلع الفوق. ونقدر نتحكم به حتى بهذا الانالوج هذا، كيدير نفس القضيه الفوق لتحت اليمين اليسار. هاد البوطونه اللي كتشوفوا حمراء هي باش كنوقف الدرون. دابا اللي درتو ما غادي يدير والو، شتي، وهي باش كنديماري حتى في الاول كنبرك عليها جوج مرات ديماري دوك الفرفارات، وكنطلع اما كنطلع بهذا الانالوج الفوق باش يطلع الدرون، يا اما كنبقى بارك عليها هي حتى كيطلع الدرون. هنا كنبدل ما بين المود ديال الصوره وديال الفيديو. الا بركت عليه مره واحده كيبدا يريكوردي، بركت عليه مره اخرى كيحبس، بقيت بارك كيبدل ما بين فيديو وما بين الصوره. وهنا بطبيعه الحال منين كنشعلها وكنطفيها، وهنا كتوريني شحال فيها ديال الباتري. ودابا غادي نطيروا بالدرون باش نجربوا هاد لي كونترول هادو كاملين. انا داير نورمال مود حتى ديجا تعلمت شويه نتحكم فيه، ماشي مشكل بالنسبه لي. هذا المود هذا ساهل. وماكتيفيتا الاكرو مود هو اللي كتشوفوا دابا في الجنب ديال الاكرون. كنقدر ندريفتي بحال هكا، الا بغيتي نبدل المود خصني نوقف الدرون بعدا، عاد نبدل المود. دابا ولا سبور. شوفوا الفرق ديال سبيد وانا طاير بالسبور، شوف شحال غادي. واو صراحه سبور شويه رابيد عليا، مازال مولفوش. الدرون مبقاش فيه الباتري بزاف، دونك خصني نبدل الباتري. هو بوحدو غادي يرجع البلاصه منين طرت به، اللي كيتسمى الهوم بوينت. كيطلع حتى الفوق وغيتم هابط. هذيك هي البلاصه اللي طرت منها انايا. مزيان نيت تشوفوا فاش الدرون فاش ما كيبقاش فيه الباتري شنو كيدير. او شويه عليه البلاصه اللي كان فيها. مزيان يكون عندك ثلاثه ديال الباتريات كيبقاو عندك ديما جوج مشارجين. احنا ركبنا الباتري الجديده، اجي نرجعو نطيروا به مره اخرى. دونك كيف ما وريتكم هذه المره غادي نطير به غير من يدي وغنديماريه بديك البوطونه لورو.
دابا حيت فيه الباتري كيبانوا لك كاع لي زوبسيون اللي عندنا في ديسپونيبل. غادي نجربوا الفليب. دابا الا تميت غادي وقص الجويستيك كيتشقلب، نقدر نتشقلب للفوق اولا للجنب. ماشي بالضروره تكون طيار محترف باش تجرب هاد باش دير هاد كيتسمى اكرو مود. دابا غادي نوقف الدرون باش نوريكم لي زوبسيون كيفاش كتاكسيدي ليهم من الكاسك. الا كنتي مكونيكتي بالكنترولر ساهله، انت كيبان لكم واحد اللعيبه كتبوانتي في ليكرون. الا طلعت الفوق كنقدر ناكتيفي ونديزاكتيفي هذا كيتسمى ايزي اكرو. هاد ايزي اكرو هو اللي كنت كندير دابا. كتقدر تفليبي به الدرون، كتسلايدي، يعني كدير الموفز اللي نورمالمون غير المحترفين هما اللي كيديروهم. باش نعزل هذا ناكتيفي ولا ناكتيفي بحال فاش كنكسيري. هذا الهيد تراك. هيد تراكين الدرون كيشوف فين كنشوف انايا، كيتبع راسي. هذا شويه كيدوخ بالنسبه لواحد يلاه بادي، دونك ما غاديش نخدم به. هذا جوجلز ديفوغ. بقيتي حاط هذا الكاسك على وجهك بزاف كيولي شويه ضبابه، دونك هذا كيحيد لك ديك الضبابه. وباش نرجع كنعاود نكليكي في الوسط. عندنا هنا عاوتاني لي زوبسيون على اليسار اللي هما مهمين، هما هاد لي زوبسيون ديال السيفتي. مثلا الدرون شحال يقدر يبقى طاير، شحال الارتفاع الماكسيموم اللي يطير فيه. هنا في لازون اللي عندنا غير 120 متر، نورمالمون راه كيوصل حتى ل 500 متر. الماكسيموم ديستون فلايت كتقدر تعزل 8000 متر. حنا غنخليوه غير في نو ليميت. عندك هاد الاوبستيكل افويدنس اللي هي مهمه. هاد اللعيبه هادي فاش درون كيقرب من شي حاجه، شي شجره ولا شي حاجه كيحبس، دونك ما كيدخلش فيها. مي هاد اللعيبه هادي كتكون اوف الا كنتي داير سبورت مود ولا كنتي داير داك ايزي اكرو مود. الا كنتي يلاه بادي كنصحك انك تخلي هادي شاعله. درون كيحبس راسو ما يدخلش في شي حاجه وتمشي تقلب عليه ما تلقاش. ريدار ديسبلاي. ريدار ديسبلاي هي ديك اللعيبه اللي كتشوفوا الفوق. شتي دابا انا قربت الشجره او بدا كيبيبي كتبان لك واحد الخط الفوق احمر، ديك اللعبه راني قريب بزاف، خصني نبعد. انا بعدت مشات. هاد الرادار هذا كيعلمك شحال مثلا لا ديستونس ما بينك وبين الارض، ما بينك وبين شي اوبستاكل. مزيان الا كنتي يلاه بديتي باش تفهم شويه لا ديستونس اللي يقدر الدرون اوبيري فيها. الا جينا للسيتينغ مشينا للكنترول تقدر دير بيجنر مود. بيجنر مود هو اول مود كدير فاش يلاه كتاخذ الدرون من البوكس ديالو، كيكون اكتيفي بيجنر مود. يعني حنا نشوفوا دابا البيجنر مود كي داير. الدرون كيمشي بشويه، يعني عندك الوقت فين ترياجي على اي اوبستاكل قدام. عندك عاوتاني كتجي لهاد جين تونين كتوريك السبيد بشحال كيمشي به الدرون. دابا كنا دوينا على نورمال مود وعلى سبورت مود. شوفوا الفرق هنايا، عندك 12، هنا عندك 12 كيلومتر، هنا عندك 43 كيلومتر. جاتك هاد نورمال مود سريعه بزاف كتقدر تنقص، تقدر تاجوستي على حساب الكاباسيتي ديالك نتايا حتى تتعلم وديك الساعه تزيد. هادي البرايتنس ديال السكرين. النورمال مود شتيه كيمشي شويه، هاو وصل حدا البوطو حبس راسو، ما غاديش يفوت اي اوبستاكل غنوصل ليه غادي يحبس راسو. هاد الشجره هادي حبس راسو، هادي حتى هي حبس راسو. مي اجي نجربو الا بدلنا مثلا سبورت مود. شي سبورت مود كيقول لي بان اوبستيكل افويدنس انا افيلابل، نقدر نوصل حتى البوطو، يقدر يضرب في البوط، شي ما حبسش. انا شويه بعدت منه. ضربته مع ديك الشجره وطاح هنايا. انا راه ديجا فرشختو شحال من مره، راه هاد لاكرون مبقاش خدام. ضربته بالجاد الباطري طارت، يعني ديك 43 كيلومتر في الساعه شويه صعيبه بالنسبه لواحد يلاه بادي. خصني دابا نقلب على الباطري فين طاحت. ها هي. غنقص شويه من داك السبيد في سبورت مود، حيتاش نورمال مود كيجيني شويه ثقيل، ولكن سبورت مود سريع عليا بزاف. وللاسف هرست حتى الفرفاره هنايا من بعد فاش دخلت في هذيك الشجره. دونك ديما هز معاك فرفاره زايده باش تقدر ترومبلاسيها في البلاصه. خديت لي هاد اللعيبات باش نبروتيجيه.
وهذا تمدير الفيديو ديالنا. انا عارف بان هاد الفيديوهات هادو قلال غيتفرج فيهم حيتاش الدرونات ممنوعين في المغرب، خصك لهم رخصه، مي مع ذلك كيف كتعرفوا انا كيعجبني الجديد، وهذا هو اخر ما خرجات DJI، وقلت علاش لا نبارطاجيه مع المغاربه ديالنا. الا عجبكم هذا الفيديو خليو لايك، سبسكرايب، وراه ما كنديرش غير فيديوهات على الدرونات، كندير فيديوهات على التجاره من الصين ونصائح من الصين، وترقبوا راه غيوليو بزاف الفيديوهات في يوتيوب هذا العام هذا. قلت علاش لا نبدا بهذا الدروس. السلام عليكم.